الرياضيه نفس النظام. طبعا 30 سنه فاتوا طبعا باينين على في منشطات الجرايد وكلام الاخوان والسلفيين عن ما قاسوه وعنوه في الفتره السابقه من اعتقالات ومن خلع ضوافر ومن اشياء اخرى. هل هو بقى المرحله دي هل مرحله تعويضيه سياسيه ولا مرحله انتقام ولا ايه؟ هنقول نقطتين في النقطه ديت. اولا الاخوان ليسوا وحدهم هم الذين قاسوا او عانوا من النظام السابق او النظام البائد، كما يقولون نحن وحدنا الذين عانينا ونحن وحدنا الذين شربنا المر والآلام. الشعب المصري كاملا عانى الظلم كل فئاته. أستاذ علي، معانا خبر آخر بيتحدث أكثر عن العلاقة ما بين مصر والسعودية. يمكن علاقتنا ما بين مصر والسعودية تستمر مدى الحياة، علاقة حب وتآلف مستمرة مدى الحياة. هنقول أول خبر من جريدة الجمهورية، وأول مانشيت بيقول: خادم الحرمين الشريفين سفيرنا يعود للقاهرة خلال ساعات. مصر في قلب السعودية. قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز أن السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان سيعود لمصر. كان في وفد بالفعل امبارح وسافر للسعوديه، والعلاقات اعتقد خبر جميل وكويس قوي ان احنا نعلق عليه ونأكد كمان مره ومليون على علاقتنا بالشقيقه دوله السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. الملك هناك الملك عبد الله ابن عبد العزيز. انا ما ينفعش ان انا حد يجي بيتي ويجي يشتمني او يجي مثلا يعمل يسب الملك، ما ينفعش خالص. ملابسات القضيه كلها الآن هي في التحقيقات. لا زال أحمد الجزاوي بريء حتى تثبت إدانته. تقوم التحقيقات من جانب السعودية ومن جانب الجانب المصري في التحقيقات بكل ما يلزم. إنما احنا عايزين نشير إلى نقطة هامة جدا جدا، هو سفر الوفد الشعبي المصري إلى هناك بالأمس، وقام بدور فعال جدا جدا، وكان على رأسهم يمكن رئيس مجلس الشعب، وكان دكتور سعد الكتاتني اللي هو دكتور سعد الكتاتني، ودكتور سعد البدوي رئيس حزب الوفد، وبالإضافة إلى الكلمة الجميلة والرائعة لفضيلة الشيخ محمد حسان. أستاذ علي الوزير، يمكن في منشط في جريدة الجمهورية بيقول: أبو الفتوح ومرسي وموسى وأبو إسماعيل أمام النيابة خلال ساعات، مواجهة المتهمين الأربعة بالبلاغات بالرد عليها. هل المسألة هنا التوقيت الزمني وفاضل 57 يوم على انتخابات الرئاسة؟ احنا عايزين نقول أين المرشحين من ميدان العباسية؟ فين دورهم دلوقتي؟ نقدر نقول مثلا غايبين يعني؟ نقدر نقول غايبين. طب هم غايبين ليه اصلا؟ المرشح دلوقتي قال لك خلاص هم دول شويه شباب وعملوا الثوره واحنا ركبنا على اكتافهم وركبنا خلاص ودلعنا خالص، سيبهم هم يعملوا اللي يعملوه واحنا ماشيين في طريقنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان انصار كل من هؤلاء المرشحين بيتلاعبوا بصفقات معينه، اما عبر الانترنت بيعملوا افلام كرتونيه او بيعملوا دعايه للمرشح بتاعهم، وعلى ارض الواقع بيمزقوا لافتات بعض سواء كانت ورقيه او بوسترات. ليه ده كله؟ انا عايز اقول للشعب المصري اذا كان هؤلاء هم الرفاق والسلفيين والاخوان وغير متفقين فيما بينهم، ايه رايك فما بالنا لو ايه رايك ننتقل للخبر الرياضي، وعايزين نعرف حكايه النادي الاهلي واحتجازه في العاصمه الماليه، عاصمه مالي باماكو بالظبط. النادي الاهلي بنقول الحمد لله على السلامه، ولكل جمهور النادي الاهلي الحمد لله على السلامه وعلى سلامه بعثه النادي الاهلي. الحكايه باختصار ان كان في بعد المباراه اللي طبعا معروف النادي الاهلي طبعا خسر المباراه هي نتيجه الانقلاب العسكري اللي كان موجود بالفعل في العاصمه الماليه. ادى الى سوء، كان في انقلاب عسكري فتم احتجازهم 5 ايام هناك، والحمد لله ان هم عادوا سالمين. انما احنا عايزين نشيد برضو بدور العاصمه باماكو، ان هم قاموا بدور فعال جدا جدا اثناء احتجاز بعثه النادي الاهلي كامله ولم يصب احد. وان كان في بعض الاوضاع الغير لائقه ان هم قعدوا شويه بره في استراحه غير لائقه بيهم، انما هي الاوضاع الانقلاب العسكري المفاجئ كان الحمد لله اوضاع العاصمه بالتاكيد كانت بهذا الشكل. 100 غرامه 100 جنيه غرامه التخلف عن الاداء بالتصويت. يمكن كان ايام مجلس الشعب كانوا 500 جنيه والناس كلها كانت بتتساءل لو ما رحتش هيخصموا مني ال 500 جنيه دول ازاي؟ فكنا بنقول للناس لو في اي مصلحه حكوميه طلعت البطاقه هيطلع على الكمبيوتر ان انت ما دفعتش ال 500 جنيه او ما قلتش ما ادليتش بصوتك. هل ال 100 جنيه غرامه دلوقتي كفايه؟ وبالذات ان في مصر عدد كبير جدا من المرفهين ممكن يكونوا عازفين عن كل هذه الاسماء ومش عايزين حد منهم. هو كلام حضرتك مظبوط جدا، بس انا شايف ال 100 جنيه هي مش كفايه بس في احسن منها. ازاي ان انا وعي الشعب هيكون عنده وعي سلوكي ووعي اصلا اخلاقي ووعي كمان وطني، ان انا طالع عشان اخدم وطني، مش طالع عشان خاطر ان انا خايف من الغرامه.
او مجبر ان انا طالع عشان خايف من القانون او تطبيق القانون عليا. طب الناس اللي أنا شايفه طالع ان عشان أخدم مفيش وطني. حد على الساحه مناسب، وده كتير جدا واحنا بنحسه دلوقتي من خلال النت، ان مفيش ولا اسم من الاسماء دي مناسبه للمرحله القادمه. لو حضرتك قلت كده لا مش معقول طبعا، ولو انا قلت كده مش معقول. في ناس بتقول طب كده. نتساءل ونقول ليه؟ هتعمل ايه؟ هتختار ازاي؟ هل افضلهم ودي ولا مهمتنا، احسنهم؟ مهمة حضرتك ومهمتي ان احنا نوعي الناس بالافضل. من هو الافضل؟ حسب الرؤيه والبرنامج اللي هيقدمه، ويقدم التفاصيل بتاعته كمان الدقيقه، مش هيقدم بس الصوره العريضه. احنا معانا اخر خبر. جيهان اسمح لي اقول لك كل سنه وانت طيبه، وانت واقول طيبة الاستاذ علي كل سنه وهو وكل طيب. سنة وانت يمكن طيبة وكل سنة غرة والمشاهدين طيبين. رجب فلكيا 22 مايو، كل سنه وكل مشاهدينا طيبين، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه ده وكل يمكن الساده المشاهدين طيبين. عايزين نستقبل رجب وشعبان ورمضان واحنا في هدوء نفسي وهدوء جميل باستقبال اشهر كريمه. بنقول للساده المشاهدين طبعا يا ريت نرجع تاني لفعلا عباده ربنا سبحانه وتعالى، ولو احنا فعلا بنحب ربنا وبنعبد ربنا سبحانه وتعالى وبنتابع القنوات الدينيه هنرجع تاني للعمل. اهم ما في الثوره العمل والانجاز، انما احنا كلنا دلوقتي بنتاجر بحاجه واحده بس، الجهاد على الكيبورد والفيسبوك والجهاد في الكلام في الفضائيات. ما شفناش حد عمل وحد مثلا حرك عجله الانتاج. الناس لو بتشتغل وبتعمل هتتلهي في العمل بتاعها. طبعا ده كلام جميل جدا. استاذ علي الوزير بنشكرك جدا النهارده، بنقول لك صباح الخير، صباح ويا الخير رب عليك. النهارده يبقى يوم سعيد على مصر ونسمع فيه اخبار حلوه. يا رب يا رب كل الناس كده يبقى عندها حاله يقظه سياسيه، وكل الناس تعمل وتشتغل عشان كل تحب الناس مصر. تعمل عشان وتشتغل عجله الانتاج تدور مره ثانيه. ونحاول إن شاء الله، نحاول إن شاء نحاول الله. نحس ضميرنا على حمايه ارضنا بشكل كبير جدا. هندعوكم وندعو كل الساده المشاهدين دلوقتي يشوفوا معانا فقره مهمه جدا عن المنتج المصري. اذا كنا بنطالب طول الحلقات اللي فاتت بتفعيل قوانين الاسعار، وازاي ممكن تبقى الاسعار مناسبه للاقتصاد المصري ودخل المواطن البسيط، تعالوا نتكلم عن المنتج المصري، ازاي ندعمه وازاي نحلم بيه، وايه هي المخططات الاقتصاديه الخاصه بالمنتج المصري من خلال فقرتنا الخارجيه. جيهان فعلا زي ما قالت جيهان ان احنا عايزين او زي ما شفنا العلاقات الاسبانيه المصريه اللي بنحاول نوطدها ما بين مصر واسبانيا، عايزين نعمل تحول ديمقراطي زي ما اسبانيا عملت بعد حكم الجنرال. كمان عايزين نقول لكل جندي مصري مره ثانيه بنقدم له التحيه من خلال برنامجنا صباح القاهره، كل جندي مصري قدم روحه فداء الوطن على مر الحروب الحربيه في الفترات السابقه. وزي ما شفنا ما حدث بالامس في تظاهرة العباسية أو في ميدان العباسية، كفانا دم وكفانا حقن دماء مصري مع مصري. بنشكركم وإلى اللقاء. شكرا.